ده شكل البوجيه بتاع عربيتي، وده قطعه غيار قديمه انا مغيرها. هيجي واحد يسالني انت ليه محتفظ بيه لحد دلوقتي؟ كمل بقى معايا الفيديو وانا هقولك. اغلب البوجيهات في اغلب العربيات ممكن تركب مكان بعضها عادي جدا، واغلبها هيبقى نفس السن ونفس الالوز كمان. بس انت لو ركبت بوجيه غلط حرفيا هيبهدل الموتور بتاع عربيتك، هيلخبط الكمبيوتر وهيزود استهلاك البنزين وهيبوظ علبه البيئه وهيعلي صوت الموتور ويزود اهتزازاته، وممكن كمان يكسر لك بيستم. فمش معنى ان البوجيه اللي هتركبه على عربيتك هو نفس الشكل ونفس المقاس انه هيشتغل على موتور عربيتك عادي. وعشان كده انا محتفظ بالبوجيه القديم عشان لما اجي اغيره اجيب نفس الرقم بتاعه بالظبط. البوجيه بيبقى مكتوب عليه البارت نمبر بتاعه الخاص بالعربيه بتاعتك. لما تروح تشتري اي بوجيه مكانه لازم يكون عليه نفس البارت نمبر ده. طب لو انت مش عارف الرقم بتاع بوجيه عربيتك تعمل ايه عشان ما يحصلش معاك المشكله دي؟ كلنا عارفين شركه بوش، ودي من اشهر الشركات المصنعه لاجزاء العربيات او قطع غيارها. وكمان في شركه ان جي كي، ودي من اشهر الشركات اللي بتصنع البوجيهات بتاعه العربيات. حضرتك هتروح للوكيل بتاعها هنا في مصر، والوكيل ده هو اللي بيستورد قطعه الغيار نفسها من بره، وهم بيبقى عندهم كل اكواد العربيات. هتديله نوع عربيتك والموديل بتاعها ورقم الموتور بتاعها، وممكن كمان تديله رقم الشاسيه وهو هيطلع لك البوجيه المظبوط للموتور بتاعك. وكمان هيقول لك البوجيه ده المفروض يتغير كل كام الف كيلو او كل كام سنه ايهما اقرب. وكمان لو انت عملت كده هيبقى ارخص من سعر البوجيه الاصلي اللي انت بتشتريه من التوكيل. هو طبعا مش زي الاصلي، بس هو مصنوع بنفس المواصفات، وانت شاريه من شركه محترمه ومن موزع معتمد، فهتركب وانت مطمن.